السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صحابي وأهلي وإخواتي، أهلا بيكم جميعا. احنا رايحين الغردقة، فحبيت ان انا اوثق معاكم الطريق كله علشان نشوف كل المعالم اللي انا شفتها في الطريق. هحاول ان انا اخد منها مقاطع صغيرة ونحطها مع بعض علشان نتفرج مع بعض على معالم الطريق. احنا بنتحرك من مدينة 6 اكتوبر من على طريق الواحات. خلصنا طريق الواحات ودخلنا على الدائري، الطريق السياحي اللي كانت من اجمل المشاهد اللي احنا شفناها فيها هي الشمس الساطعة، وكمان منظر الاهرام اللي كانت جميلة جدا في الصباح. ومع نزلة الطريق السياحي شفنا المنظر الجميل جدا ده، المنظر ده اللي بنشوف منه القاهرة كلها. بنقدر نشوف لحد 15 مايو، تقدر تشوف لحد المعادي وحلوان. ولكن طبعا السحب اللي كانت موجودة الصبح والشبورة اللي كانت موجودة كانت مقللة الرؤية شوية، بس منظر حقيقي يا جماعة كان في قمة الروعة والجمال. من المناظر الحلوة اللي أنا بحب أشوفها على الطريق السياحي بعد ما بنخلصه على طول. اول ما خلصنا الطريق السياحي طبعا اوتوماتيك انت بتنزل على طريق الطريق الدائري اللي شفنا فيه التوسعة الجديدة اللي تمت وتم الانتهاء منها. ولكن احب احذر الناس ان بعد الانتهاء من توسعة الطريق الدائري بقى في اكتر من 3 رادارات او 4 رادارات موجودين على الطريق الدائري من اول ما تنزل من بعد الطريق السياحي مباشرة. الحتة اللي احنا موجودين فيها دي ده كوبري المنيب بعد التطوير يا جماعة. شكله كان في قمة الروعة والجمال، حاجة كانت جميلة جدا جدا بصراحة. من بعد أبراج سما المعادي ومن بعد كارفور المعادي خدنا طريق العين السخنة. وخليكم معانا في طريق العين السخنة علشان هنشوف حاجات جميلة كتيرة مع بعض. أنا أول مرة أشوفها بصراحة. طريق العين السخنة من الطرق الجميلة جدا واللي اتطور مرة واتنين، وبقى حاجة بصراحة في غاية الروعة والجمال. أول ما دخلنا الطريق طبعا وقفنا على الريست الأولاني علشان نزود بنزين وعلشان نجيب حاجة نشربها. دخلنا ماكدونالدز علشان نجيب حاجة نشربها. طبعا قعد يحاول يعمل لنا كده كوباية النسكافيه وحب يعملها، بس بصراحة كانت أردأ كوباية نسكافيه اتعملت في ماكدونالدز. حتى هو مش عارف يعمل الرسمة بتاعة النسكافيه، وبالرغم من كده قررنا إننا نشربها وخدناها معانا في الطريق. نرجع تاني بقى للطريق، ومع أول البوابات من على طريق العين السخنة اللي كانت شكلها في غاية الجمال. الطريق كان رسم المرور بتاعه 10 جنيه. كمان بقى واحنا على طريق العين السخنة شفنا طبعا المباني والعماير والمباني الخاصة بالعاصمة الإدارية. وكمان شفنا القرية الأولمبية أو المدينة الأولمبية اللي فيها الاستاد بتاع العاصمة الإدارية الجديد، وكان حاجة في غاية الروعة والجمال بصراحة. شفنا صرح شكله لما ينتهي فعلا هيكون حاجة عظيمة جدا. القرية الأولمبية يا جماعة فيها حاجات كتيرة جدا، فيها استادات وفيها حاجات بتتعمل. ودي البوابة الخاصة بتاعة العاصمة الإدارية. وهنا احنا كده وصلنا عند الدائري الإقليمي، وبعد ما عدينا على الدائري الإقليمي شفنا المحطة الكبيرة بتاعة إنتاج الطاقة الكهربية اللي بتغذي العاصمة الإدارية. حاجة كانت عظيمة جدا يا جماعة. مصر فيها حاجات كتيرة جدا ما شاء الله عليها، هتكون ذو فايدة كبيرة. طبعا قابلنا ريست تاني بس ما قعدناش فيه وكملنا في الطريق زي ما احنا. واحنا برضو ماشيين في الطريق قابلنا المشروع العملاق اللي مصر حاليا بتسعى لتنفيذه، وهو القطار السريع اللي هيوصل بين جمهورية مصر العربية كلها. هيوصل من عند العين السخنة وهيوصل لحد مدينة مرسى مطروح ومدينة العالمين الجديدة. العمل في المكان ده يا جماعة كان بشكل كبير جدا بصراحة. كل المشروعات اللي أنا شفتها دي في الطريق في العين السخنة حاجة تدعو إلى الفخر والجمال، وحاجة تدعو إلى إن أنت تكون عارف وشايف مصر رايحة فين. مصر قدام رايحة في حتة جميلة جدا إن شاء الله.
طبعا اللي احنا شايفينه ده برضو هو امتداد للأعمال الخاصة بقطار السريع، قطار العين السخنة، مدينة العالمين الجديدة السريع. كل دي من ضمن الأعمال الخاصة بإنشاء القطار السريع. شايفين يا جماعة حجم العمل عامل ازاي؟ حاجة جميلة جدا بصراحة. وصلنا برضو تاني على ده كده الريست التالت، وبرضو موقفناش عنده إلى أن دخلنا طريق الجلالة وشفنا مدينة اسمها مدينة كنوز مصر، اسمها مدينة كنوز مصر للأعمال الرخام. دي منطقة صناعية بيتم فيها عمل أجود أنواع الرخام والجرانيت اللي بتطلع من المحاجر الخاصة بطريق العين السخنة. طريق العين السخنة في عدد من المحاجر اللي بتطلع كنوز لمصر، ومصر عاملة في المنطقة دي منطقة صناعية بتطلع خيرات كبيرة جدا للبلد من هذه المنطقة. دخلنا طريق الجلالة، وطريق الجلالة ده الطريق اللي أنا بصراحة كنت متحمس جدا إن أنا أمشي فيه. مشيت طريق الجلالة ده من سنتين، وكان ليا ذكريات جميلة جدا فيه في بداية ما كان تم افتتاحه. طريق بصراحة كان شكله قمة الروعة والجمال، وانت ماشي عارف انك هتطلع فوق جبل بيوصل اقصى ارتفاع فيه الى 698 متر، يعني 700 متر تقريبا بالظبط فوق مستوى البحر. فوق مستوى البحر بتمشي ب700 متر. احنا واحنا شايفين كنا شايفين سحب غير طبيعية، يمكن ما كناش شايفين الجبل ذات نفسه، ما كناش شايفينه من كتر الشبورة اللي كانت موجودة. فكنا متحمسين اننا نطلع ونشوف الطريق عامل ازاي من فوق. بصوا يا جماعة، منظر كان بصراحة في قمة الجمال. الشبورة اللي كانت موجودة والسحب اللي كانت موجودة كانت مخلية المنظر، مخليانا ان احنا قاعدين يعني متشوقين ان احنا نطلع ونشوف المنظر من فوق عامل ازاي بالظبط. طبعا بقى مش هحكي لكم على منظر الجبال في طريق الجلالة كانت عاملة ازاي. طول ما انت ماشي الشمال ويمين الطريق انت بتشوف مناظر خلابة ومناظر طبيعية. سبحان الله على الجمال. حاولنا اننا نوثقها وناخد حاجات بسيطة كده منها علشان نشوف العظمة اللي اتعملت في مصر في الطريق ده، ازاي اتشق الجبال دي واتعمل طريق يوصل بين مدينتين ويقلل المدة الزمنية اللي كانت بتزيد في طريق الزعفرانة القديم، الطريق الزجزاج اللي كان بيمشي مع البحر الأحمر. ولكن طريق الجلالة وفر كل الوقت ده بصراحة. أنا مش حابب أتكلم كتير وأنا بصور طريق الجلالة، عايز أسيبكم تستمتعوا بالطريق وتشوفوا طريق بصراحة كان عامل إزاي. طول ما انت ماشي على طريق الجلالة هتلاقي فيه اشارات بتبين لك قد ايه انت وصلت فوق مستوى سطح البحر في اللحظة اللي انت ماشي فيها دي. يعني هتلاقي كل ما بتوصل لارتفاع 200 متر 500 متر هتلاقي يافطة مكتوب فيها انت وصلت هنا لارتفاع 500 متر 700 متر 800 متر، لحد ما بيوصل لك عشان تبقى عارف انت وصلت لحد فين فوق مستوى سطح البحر. هنا اليافطة كانت بتقول لنا ان احنا وصلنا لحد 620 متر. مجرد ما خلصنا طريق الجلالة تعتبر كده وصلنا إلى 50% بالظبط من طريق الغردقة. وهنا احنا خدنا طريق الغردقة مباشرة، وهو يعتبر من الطرق الجميلة اللي سهل السواقة فيه. الطريق هو عبارة عن حارتين أو 3 حارات، شفنا فيه عدد من المناظر الجميلة اللي احنا هنركز عليها الأول. شفنا طبعا المراوح اللي بيتم منها توليد الطاقة الكهربائية من الرياح، كانت حاجة جميلة جدا.
بصراحة بقى هنا وصلت عند الريست ده، الريست المفضل ليا اللي انا بحب اقف فيه، لان طبعا انا باخد ريست والعربية بتستريح، وكمان انا بقف قدام المية، بقدر اعدي الطريق وبقف قدام المية، بشوف المية وبتسمع صوتها وبتشوف جمال مية البحر الاحمر، بتحمسك ان انت تبقى عايز توصل بسرعة الى مدينة الغردقة علشان تعيش في الجمال اللي انت شايفه ده. المياه يا جماعة نقية جدا، وحاجة في قمة الجمال والروعة بصراحة. على فكرة ده ريست تاني موجود بعد الريست الأولاني، برضو من الأماكن الكويسة اللي لو حابب اللي انت تستريح فيها. ده اسمه سفنكس هاوس، حاجة محترمة جدا. برضو بحب ان انا اقف فيه 10 دقايق ربع ساعة، اغير جو كده فيه وهدي العربية وهدي الموتور، وكملنا في طريقنا لحد ما وصلنا مدينة راس غارب. راس غارب من المدن الرئيسية اللي انت لازم هتقابلها في طريق الغردقة، ودي كانت أقرب نقطة احنا شفنا فيها مجموعة العمدان اللي بيتم توليد منها الطاقة الكهربائية من الرياح. منظر كان بصراحة جميل جدا، حبينا برضو ان احنا نوثقه في طريقنا في طريق الغردقة، معالم اللي احنا شفناها في طريق الغردقة. طبعا من الحاجات الجميلة في طريق الغردقة طبعا الجبال اللي احنا شايفينها، سلسلة جبال البحر الأحمر. سلسلة جبال البحر الأحمر بيكون وجود الجبال بيترتب عليه ان بيكون. وصلنا هنا إلى البوابة الرئيسية اللي بتدخلنا على مدينة الجونة. دي البوابة الرئيسية لمدينة الجونة، وما فيش بالظبط بعديها نص ساعة وصلنا إلى خليج مكادي. خليج مكادي من الأماكن الجميلة، وده كانت رحلتنا الأخيرة في الطريق.